ايه ده؟ الحواجز خالي ايه؟ الفلتر بيضيق. انا حياتي هي اللي بتضيق من اول ما عرفتك. ابوس ايدك اخلص. تمام. صورني يلا. معلش معلش يا بنات عشان خالي غبي شويه، معلش. ممكن كلنا كده نعلي صوتنا ونقول تماثيل؟ ممكن تصور؟ يلا. انت غبي. يلا تمام. يلا ولا كأني حصل حاجه. يلا صور. معلش يا بنات كده نعلي صوتنا اعلى عشان خالي غبي. شكرا. كلنا نقول تماثيل. الشعب المصري والعربي بشكل عام يعني. وطبعا كلهم كانوا مميزين يعني. رغم ان انتوا حطيتوا رايه وسكينه الجريمه مع الجسد يعني هي المفروض ان رايه وسكينه دول كانوا يعني مجرمات، لكن ام كلثوم ومرويه موسى وكل الاخرين والحكايات يعني كانوا نماذج مشرفه. دكتور عبد الله سعد يعني احد الرموز الفنيه اللي مشرفانا دايما على الحفل الدولي وليك اعمال وعالمي، ونتشرف بحضرتك دايما في كل الاعمال. وعلى المستوى الشخصي انا بتشرف بعمل معاك الاجراء ده. كلمني النهارده يا دكتور بقى على مهرجان الابداع، وده انت دايما مشارك فيه. كلمني بقى رؤيتك ايه، وهل المهرجان كفايه في القاهره بس ولا في المحافظات عشان كل لا، هو مهرجان ابداع احنا بقالنا 4 سنين في المسرح الغنائي. يعني احنا عملنا المسرح الغنائي، هو ما كانش موجود في مهرجان ابداع اللي بقاله 12 سنه، لكن المسرح الغنائي يمكن بقاله 4 سنين. واحنا حقيقي فكره اختيار المسرح الغنائي لان احنا بنفتقد الى المسرح الغنائي. نعم. ففكره انه يتعمل مسابقات للمسرح الغنائي، انت تعرف ان انا يمكن فتحت قسم في اكاديميه الفنون من زمان قوي، انا اللي فاتحه، كان اسمه اخراج المسرح الموسيقي والغنائي والموسيقي، وانا جريت وراه من ايام الدكتور عز الدين اسماعيل عشان انه يطلع ناس متخصصين في المسرح الغنائي. فحقيقي لما اتيحت فرصه ان انا اشارك في مهرجان الابداع سعدت جدا بالاول، لانه ده الهدف بالنسبه لي، انه يبقى في نواه لمسرح غنائي استعراضي على جميع المستويات، على الاخراج وعلى التمثيل وعلى حتى الناس اللي بتعمل في المسرح الغنائي من ديكور وملابس واكسسوارات، ان هم يبقوا عارفين يعني ايه مسرح غنائي ومسرح استعراضي. المسرح المسابقه احنا عندنا 12، اتقدم لنا 14 عرض، اخترنا منهم 8 و8 يعني اخترتوهم. يعني انتوا شفتوا استداد، شفتوا حاجه؟ بنشوف فيديوهات يعني في لجنه مشاهده قبل الاختيار على بنطلب لجان مشاهده عشان بس ما فيش حد يخش بره المستوى بتاعه. لا مش عايزين نقول المستوى بس، لكن عايزين نقول بره الشروط اللي احنا حاطينها للمسرح الغنائي. اولا ده مسرح غنائي واستعراضي، يعني المفروض ان القوام الاساسي المزيكا بالظبط انه قايم على العرض الموسيقي يعني، ويبقى مفردات الممثل الموجوده داخل هذا المكان انه بيغني. بس يا دكتور يعني مع احترام حضرتك، انت برضو شروطك قاسيه قوي على يعني النهارده المسرح الغنائي مكلف يا دكتور، ده انت تعلم ذلك. مكلف جدا يعني. ما هو مكلف ده حاجه لو بنتكلم على مستوى الانتاج، لكن على مستوى عروض بتتعمل انت عندك مغني وعندك موسيقيين يعني تاليف موسيقي. طيب ما ده يا دكتور ده كله ماشي، طيب ما ده مكلف. ما هو مكلف بس هم الاولاد قادرين يعملوه. انت بتعمل ايه؟ انت عندك مثلا اكاديميه الفنون وعندك الجامعات وعندك حاجات كده فيها فرق مزيكا وفي مبدعين كتير قوي، سواء ملحنين سواء عازفين سواء ممثلين بيغنوا سواء راقصين سواء، يعني في عندك كل المستويات موجوده. ولاد عندهم رؤى في الديكور، عندهم رؤى يعني شفنا النهارده مثلا ديكور، ولاد عاملين ديكور حلو جدا جدا يعني في عرض بتاع مثلا حلم ليل الصيف. شفنا مثلا اخراج مخرج متميز جدا برضه في نفس العرض، وفي عروض ثانيه اتعملت لاكاديميه الفنون واتعملت لجامعه عين شمس وجامعه يعني احنا عندنا زي ما بقول لك حوالي 8 جامعات شاركت السنه دي او 8 عروض يعني متميزين جدا، فهم الولاد متميزين. دكتور تتفق معايا ان عروض الجامعه بتبقى اكتر غناء ثراء شويه عن عروض الديكور بالذات عن المعاهد؟ لا بص، هو احنا عندنا مشكله دلوقتي في الحكايه دي، لان انت النهارده لما بتيجي تقيم
العروض. فانت عندك جامعات ما فيهاش مسرح، ما فيهاش قسم مسرح، وعندك عروض متخصصه، يعني عندك الفنون المسرحيه واكاديميه الفنون وجامعه اسكندريه وجامعه القاهره وجامعه عين شمس فيهم قسم مسرح. ففيهم ناس متخصصه، فانت بتقارنهم بالناس اللي غير متخصصه. هو ده هو اللي الحق برضه يا دكتور، معلش انا اسف، يعني من افضل الجامعات اللي بتعمل مسرح عين شمس. عين شمس عامله عروض كويسه، والسنه اللي فاتت واللي قبلها وحاليا ال4 سنين انا عاصرت ال4 سنين المسرح الغنائي، لا عاملين عروض كويسه قوي، عروض محترمه قوي، وده يعني وكل سنه حقيقي بيعملوا وبيطلع، يعني احنا بيطلع كل سنه بيطلع نماذج كويسه قوي في ممثلين ومخرجين ومهندسين ديكور ومصممين ديكور يعني. وعلى طب يا دكتور عشان نقفل منطقه المركز مجال الابداع ونتكلم بقى على العرض بتاعنا بتاع البالون، كلمه بقى توجهها للفرق اللي ما كانش ليها الحظ وتشارك في المهرجان السنه دي. اللي تشارك في المهرجان يعني ما كانش ليها الحظ السنه دي والسنه الجايه ممكن تشارك. طبعا يعني طبعا هو طالما قدم وكده يعني عدم قبوله اكيد ليه شروط، يعني غير الشروط اللي كانت مطلوبه. يراعي في السنين الجايه انه يعني في الدوره الجايه انه يلتزم بالشروط اللي احنا حاطينها، لانه طبيعي لو هو كان الشروط مظبوطه كان اكيد يشارك يعني. طيب. لكن اكيد في حاجه في الشروط مش مظبوطه يعني. طيب يا دكتور بقى يعني نتجنب شويه المهرجان ونتكلم بقى على العرض الخاص بحضرتك. برضو يعني برضو مازال بنتكلم على المسرح الاستعراضي او المسرح الغنائي. انا عارف حضرتك بتجهز حاجه في قطاع الفنون الشعبيه الاستعراضيه. بعمل يعني ايام العز داوود حسني وبديع خيري. حلو. هو انا يعني المسرح الغنائي طبعا والاستعراضي هو حقيقي كان المفروض يهتم بالحته التراث قوي، لان هم افتقدوا لحته التراث وبداوا يعملوا عروض استعراضيه وحاجات مرتبطه بالرقص والمش عارف ايه وكده، وبعيده خالص عن التراث المصري المسرحي المصري الغنائي. يعني عندنا اوبريتات كتير، الباروكه وسيد قروش والعشره الطيبه والمش عارف ايه وكذا وايام العز، ويعني في حاجات كتيره جدا. مين يا دكتور كاتب العرض بتاعك؟ داوود حسني وبديع خيري. اعداد؟ لا ما هو بديع خير النص. بديع خير يعني انت ما فيش اي اعداد خالص؟ لا انا واخد النص التراثي زي ما هو بمزيكته بكل حاجه، بس عامل مزيكا طبعا منير الوسيمي، الفنان منير الوسيمي عامل لها اعداد حديث للتوزيعات وحاجات كده على نفس الالحان برضه. مين الكاست يا دكتور اللي معاك؟ والله الكاست انا جايب ناس كتير قوي، يعني الاستاذ رضا الجمال طبعا من الفنانين الكويسين الممتازين، عامل دور السلطان، في سيد شرويدي، في عزت غانم، في ندى ماهر، في ماهر عبيد، في ناس كتير قوي مشاركين في العرض يعني حقيقي. ده المفروض امتى يا دكتور؟ ان شاء الله على العيد الكبير مثلا؟ لا على العيد الصغير ان شاء الله. العيد الصغير يعني بعد رمضان يعني غالبا يعني، لانه في عرض دلوقتي شغال بتاع الغجر، وهيخلص ان شاء الله عرض الغجر، واحنا ان شاء الله غالبا هنبقى عليه على طول. ان شاء الله يا دكتور بالتوفيق دايما ودايما متقدم، وسعيد جدا باللقاء مع حضرتك. الله يخليك، ميرسي جدا، شكرا يا دكتور. شكرا، معلش خدناك بقى من الحاجات التعجيل. كل سنه وحضرتك طيب. السلامه. شكرا.